أيها الإخوة، إن المحبة في الله ولله ومحبة الله تستمر معك في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا الأنس والسرور والراحة والحبور، ومن وجد ربه فما فاته شيء، ومن فقده فوالله ما حصل شيء. يكفي أنه مع ربه سبحانه وتعالى في السراء والضراء، في الليل والنهار، يتوجه إلى محبوبه سبحانه وتعالى فيجيبه، ويكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. والله عز وجل إذا دعاه ذاك العبد لن يرده، وإن سألني لأعطينه، وإن دعاني لأجيبنه. أرأيتم محبوبا أعظم منه سبحانه وتعالى؟ لكن كل محبة غيره تنقلب يوم القيامة عداوة، وكل من أحب شيئا غير الله فإنما هو مغرور مخدوع، وستكون الحسرة والندامة عليه يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، إنك وأنت تحب ربك سبحانه وتعالى تحبه لعدة أمور، فالأسباب محبته سبحانه وتعالى عظيمة. كانت إحدى الصالحات تبيت في الليل تصلي وتعبد ربها وتقول: يا ربا نامت العيون وهدأت الجفون، وخلا كل حبيب بحبيبه، وخلوتي بك يا رب العالمين أن تعتقني من النار، وخلوتي بك يا رب العالمين أن تعتقني من النار. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في ركهم عتقوهم عتق أبراري، وأنت يا رب أولى بذي كرم، قد شبت في الرق فاعتقني من النار. أيها الإخوة، أيها التائبون، يا من بعد عن الله، هذا هو الحبيب سبحانه، هذا هو الذي يناديك، وهو الولي الحميد. أيها الإخوة، ولمحبة الله عز وجل آثار تظهر على المحبوب وتتجلى، ومن أعظم هذه الآثار أولا أن الله تعالى يحبب الخلق في محبوبه سبحانه وتعالى، يحبب الخلق في محبوبه سبحانه وتعالى. فإذا أحب الله عبد ألقى محبته في قلوب الناس. ما أقبل عبد بقلبه على الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقهم مودتهم ورحمتهم. ثانيا، من آثار محبة الله عز وجل للعبد أن الله يحميه من الدنيا. فإذا رأيت العبد قد أبعد عن الدنيا وخرجت الدنيا من قلبه فاعلم أن محبة الله قد عمرت قلبه. عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا، إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه، كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. وذلك لأن الدنيا شرها كثير وخيرها قليل، وقد أعد الله لعبده المؤمن دارا باقية فيحميه بالفقر وقلة المال وعدم الرئاسة حتى لا يفتتن. ثالثا، من آثار محبة الله أن الله لا يعذب حبيبه، أن الله لا يعذب حبيبه. وهل يمكن لله سبحانه وتعالى أن يعذب من أحب؟ وعن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يلقي حبيبه في النار، إن الله لا يلقي حبيبه في النار. أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. رابعا، من آثار محبة الله تعالى للعبد تهيئته للطاعة وتيسيرها له وسهولتها عليه، لأنها في رضا المحبوب، وأفضل ساعات العمر ما تكون في خدمة المحبوب. فلما أحبهم وأحبوه يسر وهيأ لهم طاعته وأعانهم على ذلك. عند أحمد وأبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. رابعا، من آثار هذه المحبة أن الله يحب لقاء المحبوب، أن الله يحب لقاءه. لا إله إلا الله، ما أعظم عندما تأتي لحظة الوفاة ولحظة الخروج من هذه الدنيا، يوم يتخلى المحبون وتنقطع الوشائج وتنقطع الصلات، وأنت في لحظة الموت وعلى فراش الموت، وإذا بالذي ينتظرك هو ربك سبحانه وتعالى يحب لقاءك ويشتاق إليه. قال عليه الصلاة والسلام:
في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، أحب الله لقاءه. كيف بك إذا قدمت عليه سبحانه وتعالى وهو يحب لقاءك، وهو يحب لقاءك؟ أليس لك الكرامة؟ أليس لك الفوز؟ قيل لأبي سلمة أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله: كيف القدوم على الله؟ كيف القدوم على الله؟ قال: أما المؤمن فكقدوم الغائب عن أهله المحبين له ينتظرونه. إذا كان هناك غائب ينتظرونه أهله ورجع إليهم، كيف يكون قدومه عليهم؟ والله هو الإكرام. وأما العاصي والفاسق والكافر فكالعبد الآبق على سيده يعود إليه، والعياذ بالله. يحب لقاءه لأنه محبوب لله عز وجل. أخيرا، من آثار محبة الله تعالى للعبد أن الله تعالى يبتلي محبوبه، أن الله تعالى يبتلي محبوبه. وقد يعجب العبد فيقول: وكيف يبتلي محبوبه وهو يحبه؟ نعم، إنه يبتليه حتى يرقيه، حتى يكفر عنه سيئاته، حتى يكون له سبحانه وتعالى، حتى يخبت إليه. أيها الأخ الكريم، إن من آثار محبة الله أن يبتلي الله عبده المؤمن، وذلك تكفيرا للسيئات ورفعة للدرجات. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. أخرجه الإمام أحمد. أيها الإخوة الكرام، هذه محبة علام الغيوب سبحانه وتعالى، التي إذا غرست في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم أثمرت أنواع الثمار، وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. أصلها ثابت وفرعها بالسماء، متصل بسدرة المنتهى. فالله أتم علينا نعمته، وأكمل لنا دينه، وحفظ لنا كتابه. فأعظم الحب وأصدق الحب وأكمل الحب وأنفع الحب ما كان لله جل وعلا.